السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هو الحر ده بقى مش عايز غير الاكل النواشف ده، وكمان السلطة مهمة جدا وضرورية في ايام الحر دي، لانها بتبقى غنية بالمعادن والفيتامينات والسوائل، فتعوض الجسم من كمية الحر اللي احنا فيها. ربنا يهونها علينا يا رب، ويجرنا من عذاب النار. ويلا بقى على الفيديو. هنا ديت انا بعمل تتبيلة للفراخ. انا عملت النهارده غدا سهل وسريع جدا. فراخ مشويه، صينيه جلاش بالجبن، شويه سلطه وشويه لسان عصفور، بس عشان الولاد ايه يلاقوا حاجه يبلعوا بيها، متبقاش كل حاجه ناشفه. بديكي افكار يعني. هنا جبت الزبادي اللي هي علبه الزبادي، وحطيت ملح، فلفل، مرقه دجاج، شويه قرفه وبابريكا وشويه زيت. يعني كوبايه الزبادي حطيت عليها حوالي 3 معالق زيت او معلقتين يعني، وبابريكا زي ما انتم شايفين، وقلبت كل المكونات مع بعض. برضو تتبيلة سهلة كده، والزبادي بيدي طراوة حلوة جدا 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 للفراخ، وبيخليها طرية وجوسي كده، وبتدوب فعلا. من التتبيلات اللي انا بحبها جدا للفراخ تتبيلة الزبادي. انا اوريدي عندي اصلا الفراخ اللي انا كنت هعملها، اللي هي افخاد الوراك، يعني الورك بدون الدبوسة. انا اوريدي كنت متبلاها اصلا وشايلاها في الفريزر ببشرة بصلايه المعتاد اللي انا بعمله، يعني بصلايه مبشوره عليها ملح وفلفل شويه قرفه، وكنت شايلاها زي ما هي كده في الفريزر. عملت لها التتبيله اللي احنا لسه عاملينها مع بعض وحطيت عليها، وتبلتها كويس جدا تحت الجلد ومن جوه وكل حاجه. طبعا انا مش مشرحاها او حاجه، لاني اصلا القطع صغيره، فاوريدي يعني هتشرب التتبيله بسرعه. وحطيتها في التلاجة. حشوه الجلاش دي جبنه فيتا وجبنه موتزاريلا او ميكس جبن وتفر اللي موجود، عليها فلفل الوان احمر واصفر، حبه تشيليه براحتك، حبه تحطي زيتون، انا ما بحبش الزيتون قوي فما بحطهوش، وشويه زعتر. مكست كل المكونات دي مع بعض زي ما انتم شايفين كده. طبعا ممكن تشيلي الفلفل تخليها جبن فقط لا غير، انا برضو بحط الفلفل والحاجات الالوان دي، بتدي فايدة وقيمة غذائية كويسة جدا للولاد. تمام. هنا بقى بعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، بعمل بقص الجلاش على مقاس الصينية، عشان ما افضلش اتني من الجناب ولا حاجة. واللي بيتقطع ده انا مش برميه، انا بحطه في النص زي ما انتم شايفين كده. اجيب بقى الصينية. هنا ديت سمنة بلدي على زبدة. حابة تحطي زيت براحتك، وسيحتهم على النار، ودهنت دلوقتي كده الصينية. ابتدي بقى اخد ورقتين 3 ورقات حسب ما انتي حابة. انا خدت 3 ورقات 3 ورقات، وادهن شوية زبدة عشان برضو ما تبقاش تقيلة ان انا اخد ورقة ورقة وادهن المادة الدهنية. جو حر اصلا، وفعلا الواحد مش قادر ياكل حاجة، فعشان ما تبقاش تقيلة على المعدة، فكنت باخد 3 ورقات 3 ورقات. يعني هي خدت ال3 ورقات الاولانيين، وبعد كده خدت اللي هم المقطعين اللي هم العروض كده زي ما انتم شايفين، ورصيتهم جنب بعض. وابتدي برضو احط مادة دهنية. بعد كده هاخد القطع الصغيرة اللي هي الطرف اللي كان مقطوع صغير، وهرصه بنفس الطريقة كده. كده زي ما انتم شايفين. الفيديو يعني شارح نفسه. اهم حاجة صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. لو مش مشتركة اشتركي وفعلي زرار الجرس، ويكتبوا كومنت حلو كده، واكتبوا لي افكار كده لو عايزين حاجه اعملها لكم ولا حاجه. هو بصراحه الحر مخلي الواحد مش قادر حرفيا يقف في المطبخ بجد. والله نفسي اعمل لكم فيديوهات كتيره جدا، ونفسي اعمل لكم حلويات واعمل لكم حاجات كتير، بس انا عندي المطبخ بتاعي صعب جدا في الحر، فبعاني بجد. هنا بقى حطيت الطبقات كلها زي ما انتم ما شفتوا، وحطيت الحشوه. اوزعها بقى في الصينيه كلها عادي على الاطراف، عادي مفيش مشكله، مش هتخرج بره ولا اي حاجه. آه ل- لان الجبنه الفيتا برضو مش هسيح قوي. الموتزاريلا انا مش حاطه كتير، يعني حطاها بس تدي طعم ومطه كده حلوه للولاد. وهكذا ابتدي بقى اخد برضو 3 ورقات 3 ورقات او ورقتين زي ما انت عايزه، وادهن واحط ماده دهن، يعني ادهن الماده الدهنيه واكمل. فكرة ان انتي تقطعي الجلاش على قد الصينية صراحة بتبقى احلى، غير لما بنعملها ونفضل
نبرم يعني الجلاش من الطروف كده، فبيبقى تخين من الطرف، وحرام الطرف ده في الاخر ما بيتاكلش. يعني ناس كتير ما بتعرفش تاكله انه ما بيكونش فيه حشوه وبيترمي. زي ما انتم شايفين كده. كده دي اخر تقريبا 3 ورقات تقريبا يعني. اه بس خدت بقى كميه السمنه يعني كلها والزبده، وحطيتهم كلهم على الوش. الجلاش من الحاجات اللي لازم تقطعيها قبل ما تدخليها الفرن، وتسقيها يعني بالسائل اللي انتي بتسقيها بيه، عشان يعني لما بتتقطع بعد ما بتطلع اسمها ايه، بتتهربد يعني، بتتفرول كده، ما بتتقطعش مظبوطه. هبتدي اقطعها بقى زي ما انتم شايفين كده، يعني مربعات، آم، مثلثات. يعني ممكن تقطعيها كده، وبعد ما تقطعيها م- آم، بالعرض، هتبتدي تاخدي كل واحده وتقطعيها 2، بس بتبقى القطعه عريضه شويه، فبتبقى طالعه معاكي زي المثلثه. زي ما انتم شايفين كده اهو. بس انا بقى عملتها وكان لسه قدامي شويه عشان ادخلها الفرن، فعشان ما تنشفش مني غطيتها في فوطه، ورحت حاطه عليها بلانش او صينيه على قدها لغايه لما اجي اسويها. يعني كان فاضل لي حوالي نص ساعه ساعه لغايه لما اسويها. عملتها عادي وركنتها ما فيش اي مشكله بره التلاجة لغايه لما سويتها. هنا الفراخ كانت ما شاء الله قعدت فتره طويله. جبتها وحطيتها في الصينيه اللي انت هتحطي فيها، وخدت بقيه التتبيله كلها حطيتها على الوش ووزعتها كويس من فوق. ولا ضفت زبده ولا ضفت زيت، انا كده كده الفراخ بتنزل دهونها، وانا اصلا حاطه معلقتين زيت في التتبيله. ولفتها بالورق الفويل زي ما انتم شايفين، ودخلتها في الرف اللي في النص على درجة حرارة 190 200. خدت من نص ساعة بالظبط كانت استوت وهي متغطية. وبعد كده شلت الفويل وشغلت عليها الشواية بس. هنا بقى هنسقي الجلاش بايه للناس اللي ما بتحبش البيض وبتقرف قوي من زفرته. وانا بصراحه في الصيف ما بحبش احط قوي بيض على الجلاش. هنا دي كوبايه لبن، وحطيت عليها كوبايه القشطه او الكريمه المعلبه اللي انا وريتها لكم دي، وضربتهم كويس كويس في بعض. وهحط شويه ملح وفلفل للتنكيه والتطعيم بس، يعني يبقى الجلاش كده متطعم ومظبوط بس. ومكسته وهبتدي اصبه على الجلاش واوزعه كويس. انا ساعات بدخل الجلاش ياخد الاول تشميعه، وبعد كده بروح صباله الخليط ده. هنا يعني سوري على الحادثه اللي حصلت، الموبايل كان هيقع. وساعات بسقيه زي ما هو كده من قبل ما ادخله خالص. بصوا هنا سقيته وظبطته، كان فاضل شويه حبه لبن صغيرين، بسيبه بقى يخش الفرن يورق ويتنفخ ويتظبط تماما، وبعد كده اروح صب اخر حبه وياخد الوش بتاعه خلاص. ده كان شكل الفراخ بعد ما طلعت، كانت خطيره وطعمها تحفه. طبق سلطه كده جميل يرطب على قلبنا ويدي الجلاش طعمه كان اللهم بارك خطير. وعملت شويه شوربه لسان عصفور كده عشان خاطر الولاد برضو يبلعوا. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.